هاقول لك على حاجة، السجاير مش حرام، إنها لو كانت حرام كانت هتبقى موجودة في القرآن، وعشان أثبت لك كلامي ده هادخّل السنة في الموضوع كمان، هات لي حديث بيقول لي إن السجاير حرام، حلال عليك يا عم. المشهد اللي أنت شُفته ده حصل معايا أكتر من مرّة حقيقي، وهو إن في ناس مقتنعة إن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع، يعني هو المعيار اللي حلّل بيه وحرّم بيه، لأ وفي ناس كمان أعلى فكرًا من كده يقول لك دخّل كمان السنة في الموضوع، يعني بابُص على القرآن ما لقيتش بابُص على السنة، طالما ما لقيتش برضه في السنة تبقى الحاجة دي مش حرام، والحقيقة إن دي أكبر خدعة ممكن الإنسان يتخدع بيها، والشيطان ياخدها مدخل عشان خاطر يقنعك إن كل حاجة حلال عادي، لأ وبجد يا جماعة الحاجة اللي الواحد اتصدم منها إن في كمية كبيرة جدًا من الناس كده. طيب فهّمني يا عم بدل ما أنت عمّال تقطّم فيّا كده. بُص لازم تعرف إن العلماء لمّا ييجوا يحلّلوا حاجة أو يحرّموها بيستدلوا بأدلة بيقول لك أدلة المشروعية أو الأدلة الفقهية على الشيء، يعني الحاجة دي لو حلال، حلال ليه؟ وإيه إثباتك على كده؟ وعكس الموضوع الحاجة دي لو حرام، حرام ليه؟ وإيه إثباتك برضه على الموضوع؟ وأدلة المشروعية دي بتكون عبارة عن 4 حاجات أو 5 على حسب الآراء. أول حاجة هو القرآن الكريم، وهو إنه يكون في القرآن آية أو نص صريح بيدل على إن الحاجة دي حلال أو حرام، يعني مثلًا خُد عندك الخمر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لفظ الاجتناب، يعني ما تقرّبش من الخمرة دي نهائي، فأصبح إن العلماء بيستدلوا بالآية دي على إن الخمر حرام. طب لمّا نيجي ندوّر على موضوع السجاير، هل في آية أو نص صريح في القرآن بيقول إن السجاير حرام؟ لأ ما فيش. يبقى نخش على رقم 2 السنة النبوية. هنعمل في موضوع السنة زي ما عملنا في القرآن بالضبط. العلماء لمّا بييجوا يجيبوا دليل على إن الحاجة دي حلال والّا حرام، بعد ما بيروحوا للقرآن بيروحوا يجيبوا دليل من السنة على كده. وبما إننا ذكرنا الخمرة كمثال من القرآن على إنها حرام، يبقى برضه نجيب حديث صحيح من السنة على إن الخمر حرام. وخُد بالك من كلمة حديث صحيح دي، لإن مش كل حديث تسمعه ممكن يكون حديث صحيح، ممكن واحد يألف جملتين ويقول لك قال رسول الله. طيب العلماء بقى استدلوا على إن الخمرة حرام منين؟ الأدلة على الموضوع ده كتيرة جدًا، يعني حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. خُد عندك حديث تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني ما فيش حد مسلم أو مؤمن بيشرب خمرة من الآخر يعني. وعندك حديث تالت وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها. المهم في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل واحد داخل في خطوة الخمرة دي، حتى الدليفري اللي بيوصل الخمرة وهو عارف هو موصل ايه بالظبط. طيب زي ما خدنا السجاير كمثال في القرآن هناخد السجاير برضو كمثال في السنة. هل في حديث صحيح بيقول ان السجاير حرام؟ مش موجود. نخش على رقم 3. رقم 3 بقى من الحاجات اللي بيستدل بيها العلماء في إثبات مشروعية الشيء أو إثبات حرمانية الشيء، حاجة اسمها الإجماع، وهو إن يجتمع العلماء والفقهاء الثقات الموثوق فيهم واللي الناس بتاخد رأيهم وواثقة في كلامهم على إن الحاجة دي حلال أو حرام. وخد بالك من كلمة العلماء الثقات دي لأن ليها معايير خاصة، مش أي حد كده يقول كلمتين وخلاص، لازم يكون عالم كبير قوي، لازم يكون علامة في الفقه ودارس كويس قوي أحكام القرآن وأحكام السنة النبوية وحافظ كتاب الله 100% وعارف الحديث الصح من الحديث اللي متألف. كل دي معايير بتخليه عالم أو فقيه، عشان كده بناخد برأيهم، مش أي حد وخلاص يقول على نفسه عالم وبالتالي ناخد إحنا منه الكلام. يعني بالنسبة للخمرة بما إننا جبناها كمثال، يعني في أول حاجتين أجمع كل العلماء وكل الفقهاء إنها حرام بدون أي تفكير. طب السجاير موضوعها إيه بالنسبة للفقهاء الأربعة؟ أقول لك إن السجاير ما كانتش موجودة في عهد الفقهاء الأربعة، ولكن كان في حاجات وقتها كده شبه السجاير، منهم اللي قال عليها طالما إنها بتضر بالصحة تبقى حرام، ومنهم ما كانش عارف لسه دي بتاعت
بتاعت ايه؟ طب بما انك بقى ذكرت قصة الفقهاء الاربعة، قول لنا بقى موضوع السجاير اجمعوا عليه ولا لا؟ اقول لك ان السجاير وقتها ما كانتش موجودة، لذلك ما فيش نص صريح من واحد من الفقهاء الاربعة بيقول ان السجاير حرام. وهنا بقى ننتقل على رقم 4، القياس. ومفهوم رقم 4 دي كده بكل بساطة ان العلماء بيقيسوا الحاجة اللي عايزين نحدد حكمها ايه على حاجة شبهها. وبرضه خد بالك ان اللي بيعمل القياس او اللي بيعمل الاجتهاد برضه مش اي حد، لازم يتوافر فيه نفس الشروط اللي موجودة في الاجماع اللي قلناها قبل كده. وهنا بقى نيجي لموضوع السجاير واللي تم اثباته من خلال القياس انها حرام شرعا. طيب ليه بقى؟ لانه بالقياس على الخمرة بتضر الجسم وبتضر بحياة الانسان، فكذلك السجاير بالظبط. وبالقياس على القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وانت لما تيجي تبص للسجاير اكيد دي حاجة مش طيبة، يعني حاجة خبيثة، يبقى حرام. وبالقياس على السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار، يعني الحاجة اللي تضرك حرام، واكيد السجاير مش هتنفعني يعني يبقى حرام برضه، وهكذا. اما بقى بالنسبة لفتاوى العلماء واراء العلماء في الموضوع ده فهي كتيرة جدا. في فتاوى رسمية من علماء ثقات، وفي ورق وفي كتب مكتوبة عن الموضوع ده. وخلي بالك جهات موثوقة وعلماء موثوق منهم برضه. خدها قاعدة، طالما الحاجة دي بتضرك تبقى على طول حرام. ضيف برضه على ان السجاير مضرة بالصحة انها مضيعة للمال. بعد كل اللي انا قلته ده ممكن واحد يجي يقول لك انا والله مش مقتنع بكلامك ده، او انا سمعت عالم بيقول ان السجاير مكروهة او السجاير مش حرام. هو محدش يقدر يجبرك او يقنعك بحاجة انت مش عايز تقتنع بيها. ولكن موضوع السجاير اللي انا ذكرته في الفيديو ده انا مش بذكره على سبيل الحصر، انا جبت موضوع السجاير في الفيديو ده عشان خاطر اجيب مثال بس واوضح لك فكرة ان طالما الحاجة مش موجودة في القرآن مش شرط انها تكون حلال او حرام. ولما تيجي تعرف حكم اي حاجة او لما تقابل اي مشكلة تبقى عارف تتكلم ازاي وتدور ازاي، ويبقى انت تبقى فاهم الدنيا كويس وتمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها. سلام عليكم.